جرائم القتل من أخطر الجرائم اللي بتهدد المجتمع، لأنها مش بتضيع روح إنسان، لأ دي بتسيب أثر نفسي واجتماعي كبير على أهل الضحية والمجتمع كله. الجريمة ديت غالبا بيكون وراها أسباب كتيرة زي الغضب أو الانتقام أو الطمع، وعلشان كده دراسة الجرائم القتل وفهم أسبابها مهم جدا، علشان بتساعد إن احنا نعرف ازاي نمنعها ونوعي الناس بخطورة العنف، ونأكد عليهم إن القانون لسه موجود وبيحمي أرواح الناس وبيحقق العدل. السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. قبل أي حاجة صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد احنا بنعمله. أنا مش عاوز أطول عليكم، يلا بينا نبدأ الحلقة. سنة 1973 كان في شاب عنده 20 سنة ارتكب جريمة بشعة، قتل 3 أطفال ومثل بجثثهم، ولحد دلوقتي دوافع الجريمة غير معروفة، والقاتل عمره ما بين إن هو ندمان على أي حاجة عملها مع الأطفال. وبعد 45 سنة سجن، ديفيد يستعد بخروجه من السجن ويمارس حياته بشكل طبيعي تاني. كانت الجريمة دمرت عيلة كاملة، رعبت البلد بأكملها بسبب تفاصيلها المرعبة. في الأول كده هنتعرف على عيلة الأطفال، وهم كلايف وإلسا. كلايف كان شغال سائق شاحنة، وإلسا مراته شغالة في حانة، وكانوا عايشين في مدينة وستر، وكان معاهم 3 أطفال، واللي كان أساميهم دون وبول سامانسا، واللي كانت أعمارهم دون عنده 4 سنين، وبول عنده 2 سنين، وسامانسا عندها 9 شهور. وهنا هنتعرف على ديفيد القاتل. كان صاحب الأب والأم، كان بيساعدهم طول الوقت، لأن الأب كان أكتر الوقت كان شغال برا البيت، وإلسا بسبب شغلها كانت بتقعد أكتر الوقت بالليل برا، وكانت الأطفال بتحب جدا ديفيد. ويوم وقوع الجريمة كان ديفيد قاعد مع الأطفال، وكان اليوم ده شارب كحوليات لدرجة كبيرة وما كانش في وعيه، وكانت ساعتها سامانسا قعدت تعيط، فقام حط ايده على بقها. الطفلة اللي عندها 9 شهور حط ايده على بقها، وهنا اتخنقت سمنسة وماتت. وبعد كده راح على أوضة الأطفال بول ودون وقام بخنقهم. قام بخنق بول بسلك وخلص على دون، وبعد كده راح خد سمنسة ورماها على الأرض جامد وكسر جمجمتها، وبعدها نزل على قبو البيت وجاب منها آلة اسمها مشط الأرض واستخدمها علشان يمثل بجثثهم، وبعدها خد الجثث وحطها على سور حديد الفاصل ما بين البيت والحديقة اللي كانت جنب البيت، وبعدها مشي. فلما الأب والأم رجعوا البيت وملقوش العيال، بس لقوا آثار بقايا منهم، فاتصلوا على ديفيد عشان هو كان آخر واحد قاعد معاهم، بس ما كانش بيرد واختفى. فهنا اتصلوا بالشرطة، وفعلا الشرطة جت، وكان راجل الشرطة اسمه بول ريز. فأول ما وصل بول ريز في الشقة قام بفتح أنوار البيت كلها جوه وبره، وهنا اكتشفوا جثث العيال اللي كانت متعلقة على سور الحديد. ففضلوا الشرطة يدوروا على ديفيد لحد ما لقوه مرمي في الشارع على وشه وقبضوا عليه. فلما واجهوه بكل حاجة حصلت في الأول أنكر، وبعديها أقر واعترف على كل حاجة عملها في مركز الشرطة، وشرح لهم كل حاجة، بس ما قالش على السبب اللي خلاه يعمل كده في الأطفال، ولحد دلوقتي محدش يعرف سبب ارتكابه للجريمة دي. وبعد التحريات اللي قاموا بيها الشرطة عرفوا ان ديفيد كان صاحب كلايف من زمان، وكان ديفيد شاب متهور جدا، وكان بيتجوز كتير جدا الفترة دي وهو صغير، وكان بيجيله النوبة من الهلع والهياج لما كان بيشرب الكحوليات. وكان ديفيد من عيلة عسكرية، ووالده كان ماسك مناصب عالية جدا ومختلفة في بريطانيا وألمانيا، وديفيد انضم إلى السلاح البحرية في بريطانيا، بس انفصل بسبب ان هو أشعل النار في حاوية قمامة، وزمايله كانوا بيقولوا عليه متكبر ومتعجرف،
ووالده قرر ان هما ينقلوا ويسيبوا المكان ده ويروحوا لمدينة وستر. وبدأ ديفيد يشتغل شغلانات بسيطة. في الأول اشتغل عامل عند حد، بعد كده طباخ، بعد كده عامل في مصنع. بس ما كانش بيكمل في الشغل بسبب أسلوبه وشربه للكحوليات. وفي سنة 1991 حصل مشاكل كتيرة جدا بينه وما بين والده. وهنا كان خاطب، وخطيبته سابته بسبب أسلوبه وشربه للكحوليات. فقرر ديفيد ان هو يسيب بيته عند باباه، وراح قعد عند كلايف، وكان بيدفع له فلوس مقابل قعده معاه. وفي نفس الوقت كان بيقعد مع الأطفال لما بيكون كلايف وإلسا برا البيت. وفي شهر 6 سنة 1973 صدر حكم بالسجن لديفيد مدى الحياة. وفي سنة 1994 انتقل ديفيد للسجن المفتوح. وحاول محامي ديفيد في سنة 2007 ان هو يطلع ديفيد لإفراج مشروط، بس اترفض لأن الأطباء النفسيين أثبتوا ان ديفيد بكامل قواه العقلية. وفضل ديفيد محبوس لمدى الحياة لمدة لا تقل عن 20 سنة. بعد محاكمة ديفيد، إلسا قررت إن هي تسيب المنطقة لأنها مش عارفة تتأقلم وتستوعب موت أطفالها بعد ما حاولت إن هي تنهي حياتها عدة مرات. وإلسا ما أنجبتش تاني بعد أطفالها ال3. وهنا القضية انتهت، ولحد دلوقتي محدش يعرف السبب الحقيقي لموت الأطفال. والقضية ديت هزت الرأي العام في بريطانيا. عاشت مدينة وستر أرعب أيام حياتها. وهنا هنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد احنا بنعمله. ويا رب تكون الحلقة عجبتكم، وقولوا رأيكم في التعليقات. شكرا.